السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعيني ومتابعين قناة همة الأبان. هنبدأ يومنا النهاردة بالصلاة على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وحشتوني كتير والله يا حبايبي واخواتي واصحابي، وحشتونا. بس تأخيري كانت ظروف، معلش سامحوني، مش هتأخر عليكم تاني. النهاردة هنعمل أكلة سريعة وخفيفة. جبت حلة وحطيت فيها حتة من الزبدة وتسيحيها كده، وجبت 3 صدور هشوحهم في الحل حسب ما انت بقى بتحبي. 3 صدور، 3 وراك، فرخة كاملة تقطعيها حسب ما انت بتحبي اعملي. طبعا الفراخ غالية اليومين دول، ونظرا للظروف الاقتصادية الواحد بقى يجيب منابات بتوفر معانا. تدي الفرخة كده تشويحة معاكي. هحط معاها كام ورقة من ورق اللوري، 1 من الحبهان، ربع معلقة من الفلفل الأسمر، وتشوحيهم كويس في البهارات. حاولي تشوحي الفراخ كويس. وجبت بصلتين حلوين كده قطعتهم جوليان، مش هحطهم كلهم، انا هحط بس حبه منهم، هحتاج البصل في حاجه تانية. حطي بصلتين كده معاهم وتشوحيهم مع البصل. وبكده جبنا بتنجانتين حلوين كده، بس اهم حاجه تكون طويله معاكم البتنجانه وما بتتقشرش. حاولي تقطعيها سمكها مش رفيع كده، عايزينها سمكها تخين شويه. قطعيها كله قد بعض، مقاس واحد. قطعته كده. هحط شويه ملح، حوالي معلقه ملح، وترشيهم عليه عشان ينزل الميه اللي فيه وما يشربش معاكي زيت. قلبيه كويس وسيبيه تحتيه حاجه عشان يصفي الميه اللي فيه بالطريقه دي كده. وجبت بطاطستين وقشرتهم وخرطتهم كده حلقات، وسمكهم بيبقى السمك ده. وجبت قرنين فلفل وخرطتهم برضو حلقات كده. بعد ما شوحت الفراخ هتجيبي واحدة جوز الطيب وتبشريها، بتدي للرز طعم حلو قوي. وتشوحي كويس بالفراخ بالبهارات اللي انا حطيتها. يبقى هنحط ورق لوري، وهنحط حبهان، وهنحط فلفل اسمر وجوز الطيب. وبكده بعد ما اتشوحت هنزل بالميه المغليه. هحط كده معلقه ملح حسب ما انت بقى بتحبي الحدق بتاعك، وحطي قالب مرق الدجاج بتديها طعم حلو معاكي. هسيبها بقى تستوي بنسبه 70% وارجع لكم تاني. وبكده حطيت الطاسه فيها زيت وهحمر البطاطس. وبكده هقلي البطاطس وارجع لكم تاني. وبكده بعد ما تجيب معاكي اللون ده صفيها كويس من الزيت. وبكده بعد ما قلينا البطاطس هنقلي برضو البتنجان. وبكده بعد برضو ما قلينا البتنجان وجاب اللون ده، خليكم معايا ونشوف هنعمل ايه مع بعض كده. بعد ما استووا بنسبة 50% انا شلتهم
وهصفي الشوربه دي عشان هحتاجها. كده بعد ما خلصنا البتنجان قليه اهو، الطاسه نفس الطاسه اللي احنا عملنا فيها بقيه الزيت، هنزل فيها بقيه البصل الجوليان اللي انا كنت سايباه. تشوحيه كويس، تدبلي بس البصل. هنزل عليه بمعلقه صغيره من الثوم، تديله تيست عالي قوي. وهنزل عليه بمعلقه هريسه من الشطه كده. شعرة فلفل اسمر، ودبليهم كويس في الطاسه. الريحه بقى جميله جدا. شمي من الريحه يا سناء؟ ريحه حلوه. جميل. الله يخليكي حبيبتي. اعملوا الوصفه دي هتعجبكم قوي. وبكده بعد ما اتدبلت نطفي عليها وتعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. جيبي الحله وحطي في القعريه كده حبه زبده، حته من الزبده عشان الرز ما يلزقش في القعر من تحت. وسيبي الباقي كده في الحله. وهجيب الصدور ارصها في قعريه الحله كده، واعملي حسب العدد الاسره اللي عندك بالكميه اللي انت عايزاها. حاسه ان الصدر هيبقى كبير، يبقى قسميه على 2، وفي النص كده رصصي البطاطس. والبتنجان رصصيه بالطريقه اللي تعجبك، واحده جنب واحده بالطريقه دي كده. كده بعد ما رصينا البتنجان هجيب حلقات الفلفل وترصصيها كده. ما تكتريش الفلفل، يعني بتحطي حاجه بسيطه، ريحه كده، قرن ولا 2 هو ده اللي بتحطيه. عايزاه حامي حطي قرن سبايسي في النص. والتقليه اللي عملناها هقسمها لجزئين، جزء هحطه كده وجزء مع الرز. وغسلت كوبايتين من الرز وتصفيهم كويس. طبعا اللي عرف انا بعمل ايه يكتب لي في الكومنتات من تحت. واحط بقيه الدقه على الوش كده مع الرز. وهنزل بقى بالشوربه اللي انا صفيتها دي، بس مش هامله فوق الرز، يا دوبك تحت الرز بعقله كده، لان في خضار تحت والخضار ما بياخدش شوربه كتير، هينزل معاكي ميه لسه. وبكده اسقي الرز وما تغطيهوش للاخر، هو بالطريقه دي كده. وبكده احطه على البوتاجاز، اول ما يتشرب هوطي عليه. كده بعد ما الرز استوى هقلبه معاكم ونشوف ايه النتيجه في الاخر. وبكده الشكل النهائي اهي خلص اهي. تسلم ايدك يا ست، كل العظمه دي. بصوا الفراخ اهي مستويه خالص اهي، دايبه خالص اهي، والرز كمان مفلفل وجميل اهو. اعملوا الوصفه دي بالطريقه دي هتعجبكم. ادعموني بقى بلايك وشير، وانا بشكر كل اللي سأل عليا او بعت لي كومنت كويس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.